وقفتي جنب جوزك سندتيه لحد ما وقف على رجليه وبعدين غدر بيكي. وقفت جنب صاحبك في شدته لحد ما عدى محنته، ومع ذلك ما لقيتهوش جنبك لما انت احتجت له. شايف شغلك وبترضي ضميرك، ومع ذلك مش اخد حقك. وشايف الشخص المنافق ابو وشين، هو اللي بياخد المناصب وبيترقى وانت لأ. بتتعامل مع الناس بجدعنة وبالأصول اللي انت اتربيت عليها، وكل ده بيتقابل اوقات كتير بقلة اصل. ساعتها فقدت الثقة وما بقتش عارف ايه الصح وايه الغلط، ويمكن بدأت تحس انك اتربيت غلط. شفت ان الزمن ده مش زمن الاخلاق والمبادئ. لو انت كده اسمعها مني، كل ما الدنيا تضيق عليك افرح، كل ما تزداد احزانك اطمن. اوعى تزعل، اوعى تزعل لما تلاقي اللي ظلمك بيكبر قدام عينيك. اوعى تزعل لما تلاقي اللي غدر بيك الناس كلها ملمومه حواليه وسايبينك. اوعى تزعل لما تلاقي المنافق ابو وشين هو اللي بيترقى في الشغل وانت لا. اوعى تزعل لما تبقى جدع وابن اصول وتلاقي الدنيا ضيقه عليك وشايف قدامك قليل الاصل الدنيا فاتحه له دراعاتها. اوعى تزعل لما تعمل خير في حد وتلاقيه ما صنش العيش والملح. اوعى تزعل لما اقرب الناس ليك يتخلوا عنك في اصعب وقت انت محتاج لهم فيه. صدقوني هي دي الحقيقة، ده مش كلام، ده وعد ربنا ليك لما قالك في آياته الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم إن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم. ربنا ما قالش إن بعد العسر، قالك إن مع العسر يسر. ده وعد ربنا ليك، الوعد اللي ما ينفعش بعده بعد ما تسمعه تكون زعلان ومتضايق. ده الوعد اللي بيطيب قلبك ويطفي نارك ويخليك تنسى الناس وأحوالهم وتبقى متأكد إن مفيش خير هتعمله أبدا واستحالة يضيع مهما كان اللي حصل معاك. والإمام الشافعي ليه مقولة جميلة قوي لو حطيتها قدام عينيك في أي موقف يحصل لك أيا كان الموقف ده مهما كان صعب حياتك كلها هتتغير. بيقول ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرش. ايه رأيكم؟ يبقى لي حق اقول لك اوعى تزعل ولا لا؟ حد هيقول لي طب فين اليسر ده، فين الفرج ده؟ انا تعبت، انا صبر بقالي كتير، حياتي عماله تضيق عليا مش راضيه تفك، كل شويه وجع وهم وظلم وحياه صعبه ومتعبه. هرد عليك واقول لك جربت تروح له؟ جربت تروح له؟ عارف تروح لمين؟ تروح للي علم بحالك، تروح لأكتر حد حاسس بوجعك وبألمك، تروح للي مستنيك. عرفت ولا لسه؟ تروح لربنا عز وجل وتشكي له همك وتقول له على اللي انت فيه بدل ما تحكي مع ده ومع ده ومع ده. روح له واحكي له هو كل اللي فيك، اشكي له، اطلب منه كل اللي نفسك فيه. بس قبل ما تروح له لازم تروح بقلب متيقن انك استحالة ترجع من عنده مكسور الخاطر. روح له وانت عارف ومتأكد ان الفرج جاي اكيد واستبشر خير. روح له وانت قلبك مستحضر الآية الكريمة إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم.